شاورمة اللحمة بتاعتي حاجة تانية، حكاية كده خطيرة خطيرة. بس قبل ما نبتدي نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونسمي الله ونقول اللهم بارك. أول حاجة هاتي كده معاكي بولة، حطي فيها معلقتين صغيرين من التوم البودر، معلقتين صغيرين من البصل البودر، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة مليانة هرمية من السبع بهارات أو بهارات اللحمة. خلاص كده تمام لحد دلوقتي، دي التوابل بتاعتنا. هنبدأ بقى نجيب ايه تاني؟ معايا كوبايتين من الزبادي اللي هي 105 جرام، الزبادي اللي هو 105 جرام هنحط كوبايتين. احنا هنا بنعمل كمية شاورما قد ايه؟ بنعمل كيلو من الشاورما، يعني لو هتعملي نص كيلو هتعملي نص المقادير بتاعتنا. معلقتين كبار من المستردة، ودي برضو يعني ضرورية جدا في الوصفة بتاعتنا، بتدي نكهة تانية وحاجة كده خطيرة بجد. الشاورما حكاية، لو جربتيها مرة هتدمنيها. وزي ما باقول لكم ما بانزّلكوش وصفة غير وأنا متأكدة منها 100%. نُص كوباية من الزيت إلا معلقة كبيرة، ونُص كوباية من الخل إلا معلقة كبيرة، يعني عاير كده نُص المَج بتاعنا ونشيل منه معلقة كبيرة، وكمان نُص كوباية من الخل واشيل منه معلقة كبيرة. خلاص كده قلّبي بقى الخليط بتاع الشاورما بتاعنا ده كويس جدًا، وابدئي هاتي الشاورما بتاعتنا اللحمة. أنا باخلّي الجزار يقطّعها، يا إما أنتِ ممكن تجيبيها زي البوفتيك وتقطّعيها أنتِ شرايح. قلبيها بقى وغطيها بالاسترتش وسيبيها في التلاجة قبلها بليلة أو أقل حاجة 3 4 ساعات. أنا بسيبها قبلها بليلة. خلاص كده جيت بقى طلعتها تاني يوم عشان أعمل الشاورما بتاعتي. وطبعا دي من الحاجات اللي ممكن نجهزها للسيدات اللي بيشتغلوا أو الشباب أو الرجالة اللي بيبقوا مغتربين وممكن يعملوا يجهزوا حاجات لنفسهم ويعملوها إن هم ياكلوها. سهلة جدًا وبسيطة جدًا وسريعة جدًا. خلاص بقى كده هاتي طاسة كبيرة معاكِ أو حلة، عايزينها بس تكون حاجة واسعة كده عشان تبقى الشاورما واخدة راحتها فيها. ونقوم جايين منزّلين كل الخليط بتاع الشاورما ده في الحلة بالشاورما. أنا هنا ما حطيتلهاش مَيّة خالص، هي بتنزّل مَيّتها وباسيبها تستوي فيها. اوعي تفكّري تحطّي لها مَيّة. وابدئي كده إيه تتابعيها وتقلّبي فيها، وشوية كده لحد ما تلاقيها شربت المَيّة خالص وتكون استوت خالص، خالص، ما بنحطّش أي حاجة فيها خالص كده تاني. جيت بقى هنا معايا طاسة، معايا بقى بصل جوانح وفلفل جوانح وكمان طماطم شرايح كده. حطّي بقى البصل والفلفل مع بعض، وبعد كده ابدئي إيه قلّبيهم شوية، عايزاهم بس يدّوا تتبيلة خفيفة أوي. وبعد كده حطي الطماطم بتاعِك. أنا هنا حطيت بصلاية، حطيت قرنين فلفل رومي، حطيت طماطميتين كده إيه، يعني وسط أو صغيرين شوية. خلاص تبِّلت الطماطم كده لمدة يعني دقيقة على النار أو أقل كمان من دقيقة، وخدت بقى شوية من الشاورما وبألف هنا وشفا على قلبِك. أنا هنا عاملة شوية زي الشاورما بتاعة برّه، وعاملة شوية سادة علشان عندي الولاد ما بيحبوش الحاجة اللي فيها البصل والطماطم والفلفل. بُصّوا بقى بجد طعمها حكاية مع شوية طحينة اللي إحنا كنا عاملينها مع بعض. هاسيب لكم لينك الطحينة الخام اللي إحنا عاملينها في البيت، طبعًا موفّرة جدًا. ودي بقى الشاورما بتاعتنا السادة، بجد حكاية. أتمنى الفيديو عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. هاسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.